تضربيه مش تستقبلي انتوا بقى اطفال؟ هتضربيها هتشوفي بلاوي سودا يعني مش لا للدرجة. طبعا، لا مفيش ضرب والكلام ده، لكن انا بتكلم فعلا زي ما كنا بنقول انا وكريم، حته الاحترام، طبعا. ان احنا لازم يبقى فيه احترام في العلاقات عموما، يعني حته الاحترام دي المتبادله. لا وعايز اقول لك بتبقى على حاجه لطيفة برضو جداً. مأساة برضو، اللي هي النديه دي مثلا. آه. انا مثلا يعني ضيعت علاقات كتير جدا، كنت يعني في الماضي الأليم ان انا كنت ممكن يعني كنت علاقات باظت بسبب النديه. انت بتعمل طب انا هعمل، انت نزلت طب انا هنزل، ايه الهبل ده؟ ما ينفعش. لا، يعني حتة ده مبدأ الرجاله اللي عندها يعني نخوه وعندها عادات وعندها تقاليد وعندها شخصيه، لن تقبل ان انا مثلا لو زعقت فهتزعقي لي. الراجل المحترم لو انا مثلا زعقت في البيت ومراتي بصيت لي كده بصه كده اللي هو طب شكرا وكتر خيرك يا عم، انا مثلا واحد من الناس دي يتاثر فيا اكتر من انها تقف تزعق. ايوه وانا هروح كمان. اصالحها. لو زعقت خلاص هتقلب خناقه بقى، وانا صح. مش مسؤول عن اللي هيحصل. لا انا برضو انا نفس حالات كريم يعني. النديه دي انا برفضها بشع. تماما. لان دايما قوه المراه زي ما بنقول دايما في ضعفها. كلام مظبوط. فان انت تبقي قويه، مش ان انت تبقي ضعيفه مغلوبه على امرك، لا. لكن انت لما جوزك يزعلك راجع من الشغل برضو متعصب متضايق متخانق في شغله، في مشكله مع اهله، انت المفروض تحتويه، المفروض انت تمتصي الكلام ده كله. فعلا والله. شفتوا اتبخر النهارده جايه تتحسدي محسوده النهارده في الكافيه. لا يعني بحاول والله، بحاول اوازن ما بين العلاقات، ان ما بين الراجل وما بين الست، لان انا كست اكيد انا شفت وبشوف. لا بس سوري بقى بدون قطع حديثك. أيوة. انتوا برضو في بعض الستات ايوه مستقويه، هي خلاص وانس انها نزلت كسبت قرشين وبقت هي مثلا بتكسب اكتر منه ولا قده، لا انا حقي ومستحقي وانا زيك وانا فرد في المجتمع، ويسمع كلام بقى ايه دخلنا اريد حلا بقى وهنقف عند محكمه الاسره. ايوه انا مش هنضحك على بعض. عايزه اقول لك ان الحمد لله يعني كان في خبر مفرح جدا امبارح انه في تم تعيين قاضيات، يعني واول دول كانوا تقريبا 3 قاضيات. طبعا فخوره ان انا سيده وامراه بقت قاضيه، وبقينا بنسوق طيارات وبنعمل كل حاجه. مش عارفه انتوا نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان الموضوع ده كبير قوي. مطاطي